بعد الله. تارك الصلاة تتضرر منه الكائنات والعجموات، تتضرر النملة في جحرها من تارك الصلاة، وتلعنه الحيتان في الماء لأنه ترك الصلاة. تارك الصلاة مغضوب عليه في الأرض، مغضوب عليه في السماء. تارك الصلاة نقض الميثاق وتبرأ من عهد الله وخرج من الملة. تارك الصلاة يقف يوم العرض الأكبر ولا حجة له عند الله. تارك الصلاة يقف يوم العرض الأكبر ولا حجة له عند الله. تارك الصلاة اسمعوا يا شباب الحوض، اسمعوا. تارك الصلاة لا يجالس ولا يؤكل ولا يسامح ولا يصدق ولا يعتمد ولا يرافق ولا يزوج ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقوم في مقام المسلمين. فالعرب يا فصيح تارك الصلاة مكفوف وعلى غير الإسلام يموت. تارك الصلاة مكفوف وعلى غير الإسلام يموت. الله جل وعلا أرسل جبريل عليه السلام بآية إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال محمد صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل، تعجب محمد صلى الله عليه وسلم أن أمته يأتي عليها زمان يضيعون الصلاة. قال يا محمد أمتي تضيع الصلاة؟ قال يا جبريل أمتي تضيع الصلاة؟ قال جبريل يا محمد اسمعوا يا شباب، قال جبريل يا محمد أمتك يأتي عليها زمان يبيعون دينهم بعرض من الحياة الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم ممن قال لهم قوموا مغفورا لكم قد سيئاتكم حسنات. سامحوني اني طولت عليكم. الله يوفقكم. الله يسلمك.